السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه رايكم في الفطير الجميل ده؟ روعه روعه ومورق وما خدش وقت. ان شاء الله نخش الفيديو ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدا نعمل الفطير الجميل والعجينه بتاعته. زي ما انتم كده شايفين يا حبايبي، عندي 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم يعتبر معلقه صغيره ملح ومعلقتين سكر، وعندي ميه مجهزاها هي للعجن. تمام كده. هنخش بقى ان شاء رب العالمين، الميه تكون دافيه، مش لا سخنه قوي ولا بارده قوي، عشان طبعا فتره الشتاء. كده قلبت بقى الملح والسكر مع بعضهم، وبدات احط زي ما انتم شايفين لسه اول كوبايه اهيت. وبحط واقلب، ما بحطش الميه كلها مع بعضها، احط واقلب كده لحد نشوف الدقيق. طبعا الدقيق انواع، في بيحتاج ميه كتير وفي مش بيحتاج ميه. فانا بحط على قد تقليبي، ولحد ما اشوف عجينتي شكلها وبعد كده هنبدا محتاجه ميه تانية ازودها، مش محتاجه خلاص. تمام كده. كده قلبت الميه اللي انا حطيتها معاك كده. انا حوالي حطيت كده كوبايتين على 2 كيلو لحد دلوقتي. وهبدا بقى ارشش بس خفيف كده والم بايدي العجينه. تمام. برضو هشوف تاني محتاجه ميه، برضو هزودها ميه. كده زي ما انتم شايفين لسه برضو محتاجه ميه تانية. فهحط لها حبه ميه كمان لحد ما الاقي الدقيق بتاعي اختفى، ما عادش فيه دقيق خالص. وبقت العجينه بتاعتي بدات تبقى اهيت تلم. هي لسه بتلزق بس كده مش هحط لها ميه تاني. يعتبر كده حطيت على 2 كيلو يعتبر 3 كوبايات. العجينه بتلزق فيه بس لسه مع اللت بتاعها ومع العجن هي كده بتلزق. لكن هطلعها من الطبق ونبدا بقى نفردها مع بعض على الترابيزه، ونديها بقى لت 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 كده معانا عشان تدينا عجينه حلوه تبقى جميله جدا بالنسبه للفطير. طلعتها من الطبق اهو. وهبدا بقى الت بقى فيها زي ما عاد لحد ما تديني الحاجه اللي انا عايزاها. تمام كده. كده اهو بلت فيها زي ما انتم شايفينها، عشان يبقى الفطير بتاعي اللي مورق وجميل. لت فيها شويه، ايوه كده. وبعد كده تلميها وتبقى العجينه حلوه. وهوري لكم بقى شكلها دلوقتي بعد ما قعدنا بقى نعجن فيها كتير كده. هو كتير كتير تلت على قد ما تقدري تطلعي كل اللي عندك كله في العجينه. العجينه بدا من غير ميه من غير اي حاجه، ما عادش ملزقه زي الاول، بقت زي العسل زي ما انتم شايفينها كده حبايبي. هدهن بقى الطبق بعد برضو ما لت فيها شويه، كل شويه اريح شويه والت فيها شويه عشان تديني نتيجه حلوه بالنسبه للفطير. كده جبت الطبق بتاعي، وهبدا بقى امسحه مسحه زيت كده اهوت بس. واحط بقى في قلب الطبق كده ونغطيها. اهم شيء في العجين بتاع الفطير لازم تسيبيه عشان يرفع، ياخد راحته كده وحريته، عشان يديكي العجينه تبقى حلوه وما تبص كده. كده العجينه بتاعتي بدات تحلو، بدل غزت صوابعي كده فيها وما اترفعتش تاني. كده العجينه بتاعتي خمرت وبقت حلوه وزي الفل. عندي صينيه، هبدا بقى اقرص وهوريكم بقى العجينه شكلها بعد ما ركناها شويه حوالي نص ساعه. عامله زي الملبن كده، بتمط كده بسم الله ما شاء الله، تديك نتيجه حلوه قوي في الفطير. تمام كده. هبدا بقى اقرصهم. دول 2 كيلو. عملت منه حوالي 18 او 20 قطعه من من العجين. انا ال2 كيلو دول هوريهم لكم حالا، عملوا حوالي 3 فطاير، 3 فطاير مليانين بسم الله ما شاء الله وزي الفل. تمام كده. وكل ده الثلاث فطاير عملتهم زي ما انتم شايفين كده في الطبق بحوالي كوبايه سمنه. انا كنت عاملاه بسمنه بلدي. تمام كده. فعايزه تعمليه بسمنه على زيت، اعملي عندك سمنه عاديه تحط عليها مثلا معلقتين قشطه. كل اللي متوفر عندك هتبقى زي الفل. تمام كده. كده بس بالنسبه للزيت، الزيت بينشف العجين، فلازم تخلطي معاه سمنه وزيت، او سمنه بس وما تحطيش زيت. الزيت ده بس بنمسح بيه بس كده الترابيزه عشان يسهل معانا في عمليه الفرد. ودي بطريقه حلوه جدا وسهله، اسهل طريقه بالنسبه للفطير، وهيطلع جميل ومره زي ما انتم هتشوفوا معانا دلوقتي. طريقه سهله. 3 فطاير ما خدوش مني اي حاجه، يا دوبك بس هي فتره اللي بتاخد فيها هي فتره ان انت بتركنيه عشان تريح العجينه، وبعد كده بتبداي تعملي تشتغلي فيه، ما بياخدش اي وقت. تمام كده. كده دهنت الوش بتاعه طبعا عشان ما يبقاش ينشف بمسحه زيت كده. وهبدا اغطيه برده واركن تاني. تمام كده حبايبي. هنا بقى عملنا الكميه بتاعتنا اهوت. هبدا بقى اغطيه، ونبدا بقى نشتغل بالطريقه اسهل طريقه الفرد، ومش هياخد مني حاجه الفرد الفطير. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بص بتمط ازاي اهي، دليل انها سهله والعجينه بتاعتها مظبوطه وزي الفل. بتتفرد معاكي من غير ما تقطع، من غير ما يحصل لها حاجه. حته بقى سمنه كده بفرد بس على وش الفطير. طريقه سهله ومش تاخد منك وقت خالص، وهتعجبك قوي، هتطلع نتيجه حلوه قوي قوي.
طبعا عملت الفطير معاكم برضو بانواع تانية كتير، يعني عملته بالفرد، فرد على قد الترابيزه كده، نفرد ونبطط ايه و... ونمط فيها ونشد فيها من غير ما نعمل حاجات. دي بقى طريقه سهله وجديده وحلوه قوي، مش تاخد مني حتى المبتدئين اللي مش عارفين يعملوا فطير خاص هيعملوا الطريقه دي وهتبقى حلوه جدا معاهم. كده باخد 6 قطع من اللي انا مقطعاه وهفردهم زي ما انتم شايفينه كده. واللي وصل معايا لحد هنا ما تنسوناش يا حبايبي من ايه لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان ايه تعم الفايده اكبر. ماشي يا حبايبي. وده اتقل عندي جدا يا جماعه، ما تنسوناش اللايكات يا جماعه والتعليقاتكم الجميله اللي انتم بتعملوها لنا، ربنا يجازيكم كل خير. طبعا احنا بنشكركم على دعمكم لنا ولكم مثله، وربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير يا رب. كده كده ايه عملت 3 اهوت، وبعمل في الرابعه، وبعد كده هعمل اللي بعدها برضو اوريها لكم. وكل واحده مش بدهن من تحت من ايه من البطن بتاعت الفطيره من تحت بتاعت اللي هي العجينه، لا بحط على الوش بس، احط على الوش السمنه افردها شويه زي ما انتم شايفينها كده قد رغيف العيش وابدا اركنها. تمام كده. كل مره انا كده عملت ايه الفطيره عندي كانت 6، يعتبر 6 يا 6 يا 5 كده. انا عملت معاكم 4 اهوت اهي 5 والسته جنبهم هنا اهوت، يبقى كده فطيره عندي كل فطيره 6 ايه 6 رقات طبقه سمنه، وبعد كده إيه افردها. بعد كده هنبدا نحط بقى ايه اللي انا بدات بيه الاول، هجيبها وابدا احط ايه اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها فوق بعضهم. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي، وما بياخدش وقت خالص والله، وكان حلو وسهل. عايزه تكتري السمنه كتري، انا كنت حاطه السمنه على قد، انا مش عايزه ايه دسم قوي قوي، عايزه تخليه دسم ماشي حطي الطبقه اللي انت عايزاها. تمام. وبرده على وش الفطير زي ما انت حابه يكون دسم هتكتري سمنتك. انا كنت حاطه كوبايه على 3 فطاير وطالع جميل جدا وحلو. عايزه تحطي ايه كوبايه ونص على ال3 فطاير، يعني كل فطيره نص كيلو، نص قصدي كوبايه ماشي. انا عملت بالثلاثه بكوبايه واحده بس، ومسحه زيت زي ما انتم شايفينه بس على وش العجين. بدات احط بقى كل طبقه، وما ايه مش بضغط عليها قوي، بس ايه تعمليها وتسويها كلهم مع بعضهم بحيث ان ال3 طبقات يبقوا ايه فوق بعضهم كده. تمام. برضو ادهن حته سمنه وابدا احط الطبقه الثانيه اللي بعدها زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وعشان العجينه حلوه مساعداني كمان اهي، بسم الله ما شاء الله في الفرد، مش بتقطع ولا اي حاجه. ولو هفردها كمان فطيره كبيره هتبقى فرده حلوه لان العجينه حلوه وبتمط كده وبتبقى ايه يعني سهله معاكي. كده اهوت حطيت برضو كده اهو الفطيره ايه الرابعه، احط ال5 برضو او ال5 دي واحط ال6 بعدها كده. خلصت يعتبر 6 ايه طبقات. اخر طبقه اللي احنا هنحطها دي عايزه يديني مسحه برضو سمنه تاني حطي. كده عملتهم خلاص كده. هبدا بقى ايه من غير فرد ومن غير ما اعمل اي مشكله خالص، اهو سويتهم على بعضهم الحروف كلها زي بعضها. وببدا بعد كده ايه اهو من غير ما افرد ومن غير اي حاجه احط الطبقه التانيه اهي سادس واحده، وطبعا كله مدهون سمنه. عايزه تحطي طبقه تاني تحت حطي، مش عايزه خلاص كده حلو ومكتفيه بالسمنه اللي فيها خلاص كفايه كده. كده حبايبي اهيت هبدا بقى ايه الم الايه الفطير بتاعي كده ال6 طبقات اهمت 1 2 بعد لكم اهو 1 2 3 4 اهيت، وجميله وسهله مش صعبه ولا اي حاجه وحلوه وتبقى جميله. كده جينا بالليل كده ومشتاقين، بحب المعجنات فقلت نعمل ايه اسهل حاجه الفطير، مش هياخد وقت وعلى طول وهيتعمل يبقى حلو جدا، يا اما قرص يا اما فطير الشتاء. هو محتاج كده حاجه تدفيه كده مع كوبايه شاي تبقى حلوه قوي مع حبه عسل كده، عسل سواء عسل اسمر او عسل نحل بيبقى حلوين قوي، تاكلي كده معاهم حته جبنه بيفتح النفس وتبقى اكله حلوه سواء فطار سواء غدا. ساعات بنعمل غدا كده فطير النهارده مع عسل مع جبنه قديمه، الحاجات دي بتبقى اكل بتفتح النفس. كده خلاص كده عملت الايه الطبقات بتاعتي. هبدا بقى اعمل مسحه سمنه في قلب الصينيه اللي هعمل فيها، واحط بقى ايه الفطيره بتاعتي الجميله دي اهي، بسويها تاني اهيت من الحروف بتاعتها دي اخر طبقه اهي. شوف العجينه عامله ازاي بتمط ازاي وجميله جدا. وبروح تانية بعد ايه الحروف بتاعتها مع ايه ال6 طبقات اللي انا عملتهم. ودي اسهل طريقه لعمل الفطير، طبعا بناتنا اللي لسه مبتدئين هتبقى بالنسبه لهم سهله، ولا فردت ولا كبرت ولا قعدت بقى ايه اعمل ايه طرحه كده الفطير وافردها قوي كده، لا تبقى صعبه عليا. لا اهو بص بسم الله ما شاء الله لميتها هي، وهبدا احطها في الصينيه واسيبها برده ترفع. وبسم الله ما شاء الله كانت عامله فقايع كده، بص شكلها عامل ازاي، دليل انها جميله والعجينه بتاعتها حلوه قوي. هبدا بقى اغطيها وبرده اسيبها ايه ترتاح برده شويه كده، ونبدا نعمل في اللي بعدها. كده طبعا ايه طريقه سهله وحلوه ان شاء الله تعجبكم. هبدا بقى اعمل الفطيره اللي بعدها بنفس الطريقه وبنفس الشكل،
اهوت، 3 4 5 6 زي ما انت عايزه من الطبقات. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده ايه، نبدا نرصهم تاني. عايزه تكتري سمنه زي ما انا قلت لك كتري، لو انت بتحبي الفطير دسم. عايزاه زي حالاتي كده اهوت، مش عايزه دسامه قوي في الفطير، يبقى هنعمله كده. ولو عندك بقى حته قشطه حلوه بقى على وش الفطيره كده، انا ما كانش موجود عندي قشطه، فعملته بس بالسمنه وبس على كده. عايزاه يبقى دسم قوي، حلو حلو بقى جميل، حطي بقى حته قشطه كده جميله جدا عندك. تمام. هنبدا بقى نفس الطريقه برضو نحط الطبقات كده اهوت. انا في دي فردت شويه، لكن في التاني كنت رصاها على طول. تمام كده. وزي ما انتم شايفين كده، هبدا احط الطبقه اللي بعدها والطبقه اللي بعدها، واساوي كل الحروف مع بعضها، وابدا بعد كده احط الطبقه ايه اللي بعد دي، لحد ما يتكون الست سبع طبقات بتوعي. وابدا برضو اعملها اكورها واحطها برضو في الصينيه بنفس الطريقه. وما خدش وقت زي ما انا قلت لكم حبايبي، وطلع جميل جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله مورق وزي العسل، وطريه وجميله جميله جوي جميله قوي قوي. تمام كده زي ما انتم شايفين بقى ايه، عملنا خلصنا خلاص الفطيره التانيه اهي. هبدا بقى المها ونعمل بقى فطيره التالته كمان بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام كده. حطيتها بقى في الصينيه اهو، بدات اسويها. تمام يا حبايبي. وبرده نسيبها شويه بقى لما ترفع كده مع نفسها اهي. بص الفقاقيع اللي على الوش دي بسم الله ما شاء الله عليها عامله ازاي. هنسيبها برده ونفردها برده هي كمان. ونبدا بقى نعمل في ايه باقي الفطير بنفس الشكل كده، بتني بقى الحرف. تمام زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ونعمل برده الفطيره بتاعتنا التالته كده. عملنا ايه الفطيرتين، وكمان الفطيره التالته كده معانا. وبسوي بقى الحروف بتاعتها وما اضغطش على الوسط قوي، يعني بجيب من الوسط على الحروف كده بالراحه. تمام كده. وكده يعتبر ايه خلصنا الثلاث فطاير بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى اغطيهم بالكيس شويه، وكوني مولعه بقى الفرن من قبلها. وعلى الفرن من تحت خالص اللي فوق الشعله بتاعته. هنبدا بقى ايه نحط الايه زي ما انتم شايفين كده الفطير بسم الله ما شاء الله، واتنفخ ازاي في الفرن اول ما حطيناه. ده دليل ان هو ايه بسم الله ما شاء الله عجينه حلوه وطريقته حلوه جميله بسم الله ما شاء الله. اهيت زي ما انتم شايفين احمر من تحت كده. بولع الشوايه بتاعتي، كنت مولعه من فوق ومن تحت، لازم يكون فرن حامي ما يكونش فرن بارد، عشان ايه يستوي معاكي كويس جدا. كده مولعه الشوايه على نار هاديه، وبيبقى استوي مخدت اللي تحت حطيتها فوق يتحمر، والشال كده احمرت من تحت. وبعد كده حطيت ايه التالتة. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله ادى الفطير بطريقه تيتا روكا اللي وصل. ما تنسوناش بقى من لايك واشتراك في القناه، وتدعمونا ولكم مثله واكتر كمان بزياده كمان. فكده الفطير بتاعنا زي ما انتم شايفينه حبايبي. يا رب يعجبكم طريقه تطروكها في الفطير، وطريقه سهله وجميله، ومش تاخد منك وقت زي ما انتم شايفينه. وهوريكم بقى دلوقتي بعد ما ايه يهدى شويه، وبعد ما يطلع من الفرن تروح مغطياه بصينيه عشان يبقى ايه يديكي كمان طراوه ويبقى طري وحلو. تمام كده. اما تغطيه يبقى مورق وطري، بيبقى حلو جدا كده. خلاص 3 فطاير زي ما انتم شايفينهم يا حبايبي سويناهم، وطلعوا من الفرن طراي وجمال. وهقطع لكم حالا منه محمره كده جميله ايه فطير فلاحي فلاحي على اصوله. حته قشطه بقى من على وش كده ايه الفطير، وتعمليها كمان هتديكي طعم وريحه جميله جدا. تمام كده حبايبي. كده الفطير اهو زي ما انتم شايفينه، حاطينه بقى في كيس تحطيه في عشان يفضل كده إيه طري اهو. شايفينه ماسكاه ازاي بايدي اهي، محمره من تحت ومحمره من فوق. مش هقول لكم على شكله وطعمه بسم الله ما شاء الله، روعه روعه روعه. شوفوا الفطيره دي هتجيبها ثمنها من كام بره. ده ب 2 كيلو دقيق ب 40 جنيه، وهتعملي 3 فطاير بسم الله. مش الفطيره الواحده بقى تقطع 100 جنيه، فانت كده ايه موفره واقتصاديه وفي بيتك، وبسم الله ما شاء الله تكفي ايه عيله. الفطير بقى بسم الله ما شاء الله اهو. ادي 3 فطيره كمان اهي تحطها في كيس كده عشان يفضل طري على طول. تمام عشان ما نشافش منك يخرج من الفرن تروح مغطياه على طول. تمام. وده الفطير بتاع النهارده، يا رب يعجبكم ان شاء الله طريقه طاروكه. وطبعا قولوا لنا بقى في تعليقاتكم ايه رايكم في الفطير الجميل ده باسهل طريقه، وطريقه سريعه جدا للمبتدئين. ان شاء الله يا رب تعجبكم وينول رضاكم. تمام يا حبايبي كده. هقطع لكم بقى حته منه كده، ونجيب بقى حبه عسل وناكل مع بعض كده. اتفضلوا معانا اهي. شايفينها بقى طري ازاي وجميل الفطير، مش ناشفه ولا حاجه بالطريقه دي. قطعت حته اهو بالمقص وهوريها لكم حالا، وتشوفوا بقى ايه طريقه الفطير بقى. والقش كمان لو كنت حطيتي بقى عليه كمان اللي زي ما قلت لكم حته معلقه سمنه بقى وشويه القشطه من فوق كان روعه كمان. بصي الطبقات بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بص شايفينه عامل ازاي.
مورق وجميل وجميل. ان شاء الله تجربوا طريقه تيتا روكا وتقولوا لنا ايه رايكم يا حبايبي. اتفضلوا معانا، وادي الفطير بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم وينول رضاكم. ما تنسوناش من اللايكات يا حبايبي، ما تخشوش تعملوا التعليق وتسيبوا اللايك. طبعا انتوا عارفين اللايك ده هو مهم جدا جدا. اشوفكم على خير يا حبايبي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشوفوا بقى ايه العسل بقى هو بيتقدم كمان مع الفطير. ماشي يا حبايبي، كملوا الفيديو بقى للاخر. وطبعا ما تنسوناش من اللايكات، ما تنسوناش من اللايكات. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تكملوا بقية الفيديو لسه للآخر، لسه هقدم بقى معاها شو وريهولكم. وهتشوفوا كمان ايه مع تقديمة العسل بقى هو مرة جميل وبقطعه لكم كده. كملوا حبايبي الفيديو كده وقولوا لي ايه رأيكم في الآخر. ماشي يا حبايبي، أورجو أشوفكم تاني على خير، والسلام عليكم ورحمة الله